السلام عليكم. الكرنبيت اهو استوى نص سوا مش مستوي خالص. عصيته بالمصفى اهو، وهعمل بقى الخلطه اللي هقليه فيها. الخلطه بقى عباره عن ايه؟ كوبايه دقيق، نص كوبايه نشا، هنا بقى نص معلقه صغيره توم مطحون، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره بتاع دي اسمها ايه الحمرا دي، ومعلقه ملح، ومعلقه بيكنج باودر وبابريكا، معلقه بابريكا، معلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود، وقلنا معلقه ملح، ومعلقه كبيره او معلقتين بقدونس وشبت وكزبره على بعضيهم، ونص كوبايه ميه على قد ما هتاخد بقى الميه عشان نشوف العجينه هنعملها ازاي. هنحط كل ده على بعضيه هنا ونقلب بقى. نحط الميه ونقلب، ما تحطش الميه كلها لحد ما تقلبها عشان نشوفه السمك بتاعها هيبقى قد ايه. ونقعد نقلبها بقى كلها. تكون محضره دي العجينه. عايزه ميه تاني، نحط لها حبه ميه تاني على قد ما تاخد بقى الميه معاكي، ما تخففهاش قوي. احنا عايزينها زي الكيكه كده، زي عجينه الكيكه. لو خفت منك حط لها حبه دقيق، لو تقلت منك حط لها حبه ميه، بس احنا عايزينها زي عجينه الكيكه كده، ولا تبقى خفيفه ولا تبقى تقيله. ماشي. يكون محضره الزيت على البوتاجاز اهو، محطوط على نار متوسطه لحد ما يسخن خالص وتحس ان هو سخن كده الزيت. نبدا بقى نحط الكرنبيت في العجينه. مش ملاحظين ان انا ولا حطيت بيض ولا حطيت لبن، هو كده ان شاء الله هيطلع مقرمش وجميل. نحط بقى الكرنبيت في العجينه، الكرنبيت كله في العجينه كده، واقلب بقى، اقلبه نقلبه في العجينه، واحطه بقى في الزيت. بس الزيت يكون بعد ما يقدح خالص، وطي عليه البوتاجاز، تخليه متوسط كده، ما تغطوهوش ولا تعليه عشان يطلع كريسبي وحلو. نحط بقى الكرنبيت على في القلايه. طبعا مزجناه كله بالعجينه. وبعد ما تخلص بقى خالص هوريهولكم.